اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم تزيا فلوق. لاول مره كيشاهد القناه ما ينساش يضغط على زر الاشتراك والجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. نخليكم مع تفاصيل الفيديو. فاطمة الزهراء شنو كيخلي علاقة حبس ما تكملش ما تخليهاش تزيد؟ مني كتهرج شي حاجه، مني ما كيكونوش حيت انا نقول لك واحد الحاجه، واحد الكوبل ملي كيتلاقى تيكون عندهم واحد القيم، واحد المبادئ ديال كل واحد فيهم اللي ما خاصهمش واحد يقيس خاصهمش الاخر. يتقاسوا، فهمتي؟ بعض المرات كيكونوا شي مشاكل ما يمكنش الطرفين يكملوا مع بعضياتهم، وهذا الشيء ما عندوش علاقه بالحب ولا صافي راه جوج تفارقوا راه ما تيبغوش بعضياتهم. لا بالعكس، كتجي شي ظروف اللي ما كتخليش ديك العلاقه كتكمل. هذا الشيء اللي كاين. ما عمري ما فهمتها، باش نشرح لك واحد المسألة، ما عمري ما فهمت شنو هما الظروف اللي كيخليو علاقة جوج كيبغيو بعضياتهم تكمل. انا كان امن بان الا جوج كيبغيو بعضياتهم فاطمة الزهراء كيناضلوا وكيتحداو الظروف، وهما اللي كيوليو الظروف. ولكن بعض المرات كتكون الظروف اقوى، ماشي اقوى من الحب، اقوى من الحب. بيان سور اقوى من الحب. كان حب كبير بيناتنا وكيبقى الاب ديال بنتي، وكان ليه التقدير والاحترام وما عمرني ما نقول شي حاجه ما زويناش في حقه، بالعكس. غير هو راه هذا الشيء اللي غندويو عليه، راه الحب ماشي هو كل شيء. يمكن لكم ترجعوا؟ شوفي، انا ما نقدرش نقول لك شي حاجه، ما نقدرش نهضر معاك كاع في هذا الموضوع، لان ربي اللي كيعلم به، ربي اللي كيعلم به. هذاك الشيء كيبقى قدر. انا نقول لك واحد الحاجه، بعض المرات تيكون الفراق احسن مزيان وكتكون فيه حكمه ربانيه، وتقدر تكون موراه شي حاجه اللي مزيانه للطرفين. يعني ماشي ديما الطلاق تيكون شي حاجه اللي سلبيه ولا ما زويناش ولا ما نتقبلوهاش ولا لا، بالعكس، اي حاجه كتوقع لينا في الحياه الا وكتكون موراها شي حكمه ربانيه. ما يمكنش ربي غيعطينا شي حاجه هو ما عارفش باللي راه فيها الخير لينا. اي خيبه سورتو الا كنا حنا مزيانين وكنا ناس اللي كنديروا الخير، والانسان اللي نيته صافيه ونيته مزيانه، ربي ما كيعطيه شي حاجه واخا ديك الحاجه كتكون خايبه. علاش انا كنت كنتقبل اي حاجه كتوقع ليا في حياتي؟ حيت عندي اليقين في الله، مادام ربي عطاني ديك الحاجه الا ومن موراها غيجي واحد الفرج وغتجي شي حاجه زوينه. شكرا لكم على المشاهده، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وتفاصيل جديده.